لو غبت 100 سنة هفضل جدع يالا، انا عيني مليانة وفي بيت ابويا شبعان. لو غبت 100 سنة هفضل جدع يالا، انا عيني مليانة وفي بيت ابويا شبعان. واشغل دماغي بمين باللي لسه مبتدئين، وانا من زمان يا زمان شقيان في دنيتي، بعمل بلا بيتي. شكرا يا شدتي بتكشف المستور، فاكرين اقل هتدوم، سيبهم يعيشوا كام يوم والدنيا بكره تدوم. العريس فين؟ انا عبده شبعان في بيتي وعز ابويا يا ناس مغرقني، ولا عمري يوم بصيت لغيري وقلت انا في نفسي كرمت عندي فوق الجميع ورقم واحد عندي، وماليش في شغل المعيالة والمرجلة في دمي. راجل وجاي من ظهر راجل، اسد مفيش مني، قدام كتيبة من الرجال سندل وما بخافش. على موتي لو فكرت يوم تقل من قيمتي، قاتل يا مقتول يا اللي فاكر انك هتكسرني. عارف الاسد لما اتحسد فاكرينه كده هيموت، فرحوا الافاعي والذئاب وجهزوا له تابوت، لكن الاسد ما يهبش من هايف ولا هنفوت، وما بيسابلش غير الاصيل وراجل جدع مظبوط. لما جه صاحب انقي ناس تزعل على حقي، كلها طلعت مضروبة يابا والدنيا دي بتشقي. عادي بغلط واتعلم بسكت مش بتكلم، بس عرفت انا ناس خلوني ما بقتش خلاص اتعشم. محدش خيره علينا ولا حد بيدينا كتير، نسوا جمالنا معاهم، نسوا من يابا علاهم، اللي العيب عداهم جايين تاني عاتبهم ليه. يلا بينا. لا 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 واحدة واحدة كنت بيجري شوية. خد اللي عليك، أنا مش هغني، أنا بقول له سقف. بعد إذنكم اللي فرحان يرفع إيده ويسقف، اللي فرحان يرفع إيده ويسقف. إخواتي اللي واقفين هنا هتقولوا معايا؟ هتقولوا معايا؟ يلا. لا لا طب انا اقول لكم كلمه واحده بس. اول ما كتب القلم ايه؟ الله. اللي كبيره ربنا يقف لربنا مش للفرح ولا للعريس، اللي كبيره ربنا يقف لربنا 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 لربنا، اللي كبيره ربنا